مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. وحلقتنا اليوم بنستكملها معاكم من مصر الأهم، حلقة 2/17 فبراير 2014. والحقيقة نتحدث كثيرا لمن سوف تذهب أصوات التيار الإسلامي في الانتخابات القادمة في ظل إعلان التيار الشعبي. الحقيقة ترشح السيد حمدين صباحي هو حسم موقفه بصورة نهائية. أيضا المحامي الحقوقي خالد علي النهاردة حسم موقفه بالترشح ده من خلال حملته أعلنت هذا الكلام. الحقيقة أيضا في ظل مطالبات مستمرة لسيادة المشير عبد الفتاح السيسي بأن يعلن موقفه النهائي، وإن كانت كل الشواهد بتقول أنه قد يتم إعلانه خلال الأيام القليلة القادمة. ويبقى الحقيقة إعلان البعض عن الترشح ثم إعلان أنه لن يترشح. طب لمن تذهب أصوات التيار الإسلامي في الانتخابات القادمة؟ ده أنا بتوجه به كتساؤل الحقيقه لضيوفي الاعزاء اللي مشرفين النهارده في التسلسل كله، من السيد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك. وايضا السيد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والنائب السابق. اهلا بحضرتك معنا استاذ ناجي، منورنا ومشرفينا. يعني خلينا بدايه نقول فكره تواجد اكثر من مرشح على الساحه في هذا التوقيت، هل يعزز من مفهوم الديمقراطيه بصوره او باخرى ام لا؟ وسؤالي لحضرتك استاذ محمد. بالتاكيد يعني وجود اكتر من مرشح ده يعني بيدي للانتخابات يعني طبعا معنى وبيديها قيمه، ويعني بتبقى منافسه زي ما بنقول يعني شريفه في ظروف متساويه للجميع، فده مطلوب سواء ترشح السيد حمدين صباحي، السيد خالد علي، المشير السيسي، وربما آخرين يعني يعلن عنهم. يعني ففي جميع الأحوال المسألة يعني لابد أن يكون هناك مرشحين، يعني دي في النهاية مباراة يعني. إنما بقى فيما يخص الجزء الخاص لمن يعطي تيار الإسلام السياسي صوته، يعني أنا بتصور أنه بالتأكيد ممكن يكون هناك بعض من الاتصالات تتم ببعض المرشحين. بالتأكيد المشير السيسي يعني خارج هذه الاتصالات يعني، إنما ربما من مرشحين آخرين يعني. لكن لما تتضح الصورة، بس لما يفتح الباب بشكل رسمي من المرشحين بشكل رسمي قد تتضح، لأنه يتردد كلام حتى على الفريق سامي عنان إنه هيترشح، وإن كان أنا أعتقد إنه يعني ما فيش حد يقدر يشكك في وطنية الفريق سامي عنان طبعا. يعني هو يمكن بس الحملة الإعلامية يا أستاذ ناجي اللي صاحبت فكرة إعلان سيد سامي عنان أو سيد فريق سامي عنان لترشحه، وفكرة إن الإخوان يعني قد يدعموا سيد فريق يعني أو إن في شركات إعلامية أمريكية هي اللي بتدعم وهي اللي تتولى الحملة الإعلامية. ده بصورة أو بأخرى يعني بعض من وسائل الإعلام يعني وبعض البرامج اللي بنشوفها على بعض الفضائيات، يعني أنا بشوف إنها يعني لابد انها تلتزم بالمهنيه والحرفيه، وبلاش التشكيك في الناس مرشحين. يعني بقول الفريق سامي عنان ما حدش يقدر يتكلم في وطنيته، انما للاسف يعني بنشوف الاسلوب اللي بيتم بيه التعامل مع الشخصيات كان لها مواقف وكان لها دور، حتى لو كان في فتره المجلس العسكري تحفظات على الاداء، لكن يعني أنا شايف إنه يعني ما هواش من العدل يعني إن إحنا نبتدي يعني نشكك في وطنية أيا كان، يعني أيا كان من المرشحين. فبقول في النهاية الشعب هو اللي هيقول كلمته. جميل. وهيطلع وهيدي صوته للي يشوفه مناسب واللي يشوفه والافضل واللي هو يعني يبقى المرحله. الموضوع اصله مش سهل يعني، اللي يثق فيه واللي هيسمع كلامه واللي عنده استعداد يتحمل معاه ويشارك معاه إلى أن نعدي فترة الأزمة اللي احنا كلنا عايشينها. هو اللي خلينا نقول واللي بيضع الحقائق في مكانها بعيدا عن الوعود التي لا تتحقق، وبعيد عن وعود اليوم، وبعيد عن الأحلام الوردية. خلينا نقول احنا عندنا مجموعة من المشكلات الحالة ومجموعة من الملفات المفتوحة، ومفترض النهارده اللي جاي مش معاه عصاية سحرية، هو عنده مجموعة معطيات بيشتغل وفقا ليها، وبناء عليه مين الأصلح في الفترة القادمة، مين اللي قادر انه يبقى في نوع من النزاهة والشفافية مع الشعب، يقول له والله أنا محتاج 1 2 3 4 دون وعود زائفة. أعتقد قد يكون هذا هو الأفضل. نجمي يعني شوف، احنا بمصر بنعيش حالة استثنائية، ومصر ما جاتش في يوم من الأيام عليها تحديات داخلية وخارجية زي الأيام دي. يعني لم نعيش أزمة، يعني حتى لما حصلت كارثة يونيو 67 ما كناش بنفس الأمر السيء اللي احنا بنعيشه دلوقتي. وبالتالي مصر محتاجة رجل استثنائي عشان يقدر ينهض بالحالة الاستثنائية
وواجه تحديات الداخل والخارج وجيش الشعب. احنا عندنا في انفلات، عندنا في وقفات احتجاجيه ومطالب مرفوعه وفي طول البلاد وعرضها. محتاجين واحد يعيد تنظيم يوم المصري والمصانع المغلقه يفتحها، والشعب ينتظم من خلفه او بجواره على طريق العمل والانتاج. تمام. وده انا اعتقد ان السياسيين التقليديين ما ينفعوش فيها. لا، انا بمثلهم ومحمد بيه والاخرين، ده النخبه السياسيه المصريه. حضرتك محتاج شخصيه ثوريه محتاجين بتفكر بره الصندوق في الفتره القادمه. لا، محتاجين حد معاه حلول لا ويملك غير الحزم، اعتياديه ويملك الحزم يملك والقوه. وعشان كده ده خلى الشعب المصري حسم ترشح السيسي. يعني الشعب المصري ده عمره 7000 سنه، لما يجمع من 30 يونيو حتى الان على شخص واحد، ولم يكن موضوع ترشح السيسي للانتخابات لم يكن في حسبان احد. الدعوات خرجت من مواطنين عاديين وقعدت تتجمع لحد ما بقت مطلب تقريبا لمجموع الشعب. السؤال سيادتك كنت بتقوله في الاول، اصوات الاسلاميين هتروح فين؟ الاسلاميين اصواتهم بسيطه مش كبيره. الاسلاميين كانوا بيعتمدوا على انهم بيشتروا اصوات المصريين عن طريق السكر والزيت والرشاوي الانتخابيه. اصل في ناس قالت يا ناجي ان يمكن ما ينزلوش اصلا، ما يشاركوش اصلا، او يحاولوا يوجهوا في الاتجاه المضاد يعني عكس هم في كل الاحوال، او ينزلوا ويدوا لسين. يعني لا، هم دي في كل تساؤلات الاحوال مش وسيناريوهات هيكونوا عامل الحقيقة. مرجح. في كل الاحوال هم لا يمثلوا عامل ده ككافه ترجيحيه. هم عددهم كله محدود، ما يؤثرش في نجاح مرشح او ذاك، مع هذا مرشح او تلك. ولكن هم كانوا بيستطيعوا انهم يعني ينفذوا الى الناخب المصري، وبيقدروا يستقطبوه عن طريق اغراءات مختلفه ومنها رشاوى الانتخابيه. وبالتالي يعني انا في تصوري ان الاسلاميين هم الاسلاميين المنظمين المنضوين تحت لوائهم المنخرطين في عضويتهم. اما التيار الاسلامي العام، يعني حضرتك تتحدث عن الكتله التصويتيه للجماعه الاسلاميه لا تكون كتله مؤثره لدرجه انها تحول دفه الانتخابات. وبعدين هم اساسا اللي هم لو حبينا نتكلم عن الاصوات، لان الشعب المصري بطبعه بثقافته هو الحضاري هو شعب اسلامي. يعني هو مع الاسلام. انت لو رحت المساجد هتلاقي لم تقل عن ايام مرسي، لم تكن تزيد. واحنا يعني وشفنا رمضان وصلاه التراويح. فالشعب المصري كله بطبعه شعب مسلم. تمام. فالصوت الاسلامي هو صوت كل المصريين اللي هم يعني اعلنوا منذ 30 يونيو ضروره ان يكون السيسي كمرشح. تمام. ضروره هو مرشح في الانتخابات استاذ محمد، التاليه. هو يعني الاستاذ ناجي الشابي هو اللي تحدث عن فكره ترشح الفريق السيسي الان. الحقيقه في سيناريوهات في الشارع. المشير السيسي، معلش انا اسف، وبرضه دي ترقيه شعبيه برضه. الشعب رقاه قبل ما يرقيه قبل ما تعلن رسمي. الناس كلها كانت بتقول سياده المشير. طيب خلينا نقول لماذا يؤجل سياده المشير السيسي الاعلان بشكل رسمي عن الترشح لرئاسه الجمهوريه في الوقت اللي البعض الاخر شايف ان البعض تعجل وتحت انفعال وضغوط معينه انه يعلن عن ترشحه للرئاسه، زي مثلا السيد حمدين الصباحي في المؤتمر طلع كلام كثير على ان ده جه تحت ضغط المؤتمر وان ده جه فجاه ولم يكن مرتب له بشكل رسمي، حتى وان كان في النيه انه كان هيعلن عن ترشحه للرئاسه ولكن ليس في هذا المؤتمر. البعض سماه مثلا قرار انفعالي، مع كامل طبعا الاحترام والتقدير لشخصيه السيد حمدين الصباحي، ولكن كان هناك ضغوط في المؤتمر لاعلان انه سوف يترشح. فكره التريث هنا وفكره الاستعجال هنا حضرتك تسمن عليها ازاي؟ لا يعني زي ما الاستاذ ناجي قال، الشعب قال كلمته فيما يخص المرشح اللي شايفه هو الانسب والافضل للمرحله اللي احنا فيها دي. قال كلمته فيما يخص المشير السيسي من قبل ما الرجل حتى ينتوي الترشح، وهناك كانت ضغوط عليه لانه اللي احنا نعرفه انه هو ما كانش متحمس يعني لمساله الترشح، انما نتيجه الضغط الشعبي وكمان احساسه بالمسؤوليه الوطنيه، يعني ان البلد في مرحله صعبه ومحتاجه في حاجه لوجود رجل زي المشير السيسي بالظبط. فيعني انا بتصور التاخير لا هو مساله اجرائيه نتيجه ان في اعتبارات. اولا لسه لا كان في قانون انتخابات تم اعداده ولا لسه في فتح باب ترشيح. فانا بعتقد انه يعني المساله ما هياش، يمكن البعض زي ما حضرتك تفضلت وقلت يعني استعجل تسرع. الناس مستعجله، انما الناس حابه هو بالنسبه له في التوقيت، عارف لما تبقى عاوز تعلن خبر والناس مستنياه يمكن في هو ده السبب التوقيت بس. المناسب اللي هو نتوقع هيبقى في الايام القادمه او مع فتح الباب مع فتح يعني الباب الايام القادمه رسمي. يعني وكمان عشان يقدر يكون استعد بخطه عمل بحمله لانه خلي بالك النهارده الناس عايزه برضو يعني مع كل الحب والتقدير لاي من المرشحين يعني الناس عايزه تسمع وتشوف هنتعامل مع المشاكل والازمات والتحديات اللي احنا فيها. عايزين يشوفوا ايه يعني
هيحصل ايه؟ يعني المساله انا بحبك ومصدقك وهمشي وراك بس الناس وهديك صوتي، مستنيه ايه اللي بس هيحصل انا الفتره القادمه. عندي يعني لا مؤاخذه في الغام في حتت كتيره جدا، محتاج برضو اطمن وابقى عارف هتتعامل مع مثلا ازمه سد النهضه دي ازاي، مثلا يعني هتتعامل مع البطاله المتفشيه دي ازاي، هنتعامل مع المشاكل ملفات الاعتياديه، الاقتصاديه الصحه والعداله والتعليم الاجتماعيه والناس النهارده اللي بنتكلم عليها فيما يخص شهداء وحقوق والتزامات كتيره جدا. لكن في جميع الاحوال انا بقول يعني الميزه الكبيره اللي عند المشير السيسي هي ان الناس بتثق فيه، بتحبه، وعندها استعداد تتحمل تتقبل معاه فكره الظهير وتتقبل. الشعبي، ودي يعني مساله فكرة غايه في الاهميه. طبعا. لكن عارف لما تبقى انا الشخصيه مش محبوبه، يعني كما كان في عهد المعزول، يبقى اقل، برضو خلينا نبقى واضحين، مش اقل هنقبل حاجه تلاقي الموضوع طبعا. مش مقبول اطلاقا. لكن انت النهارده لما يبقى اللي انت منتظر ان هو يجي ده شخص انت بتحبه وليه يعني ممكن نتحمل وليه غلاوه هو- كده في هو القلب، يعني تتقبل. مشاكل المصريين آه. ما هي زادت عن ايام المعزول، ومع ذلك الشعب قابل حبا في المشير حبا في السيسي. المشير السيسي. دي حقيقه. بس انا يعني كان ليا تحفظ على بعض من محبين الفريق السيسي ومؤيدين الفريق السيسي ان بلاش المشير السيسي المشير السيسي انه بلاش يا جماعه التزايد في يعني عايزين الناس شويه تهدى، لما يحين الوقت يتقدم الرجل للترشح يبقى ساعتها نقدر نعمل حملات وندعم ونعمل لأي من المرشحين يعني. انما التزايد قوي وان احنا يبقى المسائل دي انا شايف انها يعني وان كانت ممكن الناس حسنت ان هي بتعبر عن اللي جواها، بس ده ممكن بيثير يعني وبيستفز مشاعر البعض حتى من مؤيدين الفريق السيسي. يعني انا عايز برضو الناس شويه يبقى في هدوء شويه. عاوز اخد من كلامك حاجه يا استاذ محمد. فضل. يعني الحملات المؤيده والمدعمه لسياده المشير السيسي ده لا خلاف عليه، ده حب في القلوب، ناس بتتحرك نعم. بشكل بس طبيعي جدا، بس في وقته. لا بس عاوز اروح لجزئيه ثانيه. فكره ان يعلن بعض التيارات ان المشير السيسي هو مرشحي، يقول لك والله تيار كذا يعلن ان المشير السيسي هو مرشح هذا التيار. ده حق لكل تيار وكل حزب انه يعلن انه يا اما لسه عاوز عنده افهم مرشح. ده على الساحه السياسيه يمثل ايه؟ لا ما هو كل حزب، يعني هنفترض يعني كل حزب او كل جماعه او كل تيار من حقه انه النهارده هيدعم مرشح ما. ده ما فيش فيها مشكله، ده في العالم كله امر معروف. مقبول. مقبول، ما فيش فيه حاجه. انما انا قصدي اقول انه يعني الذكاء يعني في اداره حمله انتخابيه لاي حد، انه الناس تبقى فاهمه انه بلاش يعني التزايد في مسائل تشعر الناس انه يعني وكأن الامر محسوم او كأنها بيعه. الكلام ده كلام انا يعني بقول انا واحد من الناس اعلنا كحزب وقلنا احنا هندي للفريق السيسي او المشير السيسي وهندعمه وهندي له صوتنا، مساله محسومه، لكن دون يعني ما طبل وزمر يعني. لا طب اروح لاستاذ ناجي للحظات واسال حضرتك الحقيقه يعني الخلافات الموجودة الآن على الساحة السياسية، كأنك مثلا تجد حركة زي حركة تمرد يحدث داخلها انقسام، فتلاقي ناس مدعمة للسيد حمدين صباحي وناس مدعمة لسيادة المشير. فكرة الانقسامات اللي بتحصل فجأة دي ممكن تأثر بصورة أو بأخرى على الانتخابات الرئاسية القادمة؟ هذه كلها مردود أو زي ما بيقولوا فيدباك على الانتخابات؟ بداية مفيش انقسام في تمرد. اللي خرج من تمرد الشباب الاعضاء في التيار الشعبي اللي كانوا موجودين في تمرد. وضع طبيعي لما زعيمهم يخوضوا الانتخابات الرئاسيه. لا خلينا ناخدها براحه تاني معلش. يعني التيار الشعبي كان منضم لتمرد؟ لا كان في شباب من التمرد ينتمي تمرد دي فكره انا بعتبرها فكره واللي بيقود حركتها شباب من مختلف الاتجاهات. تمام. منهم شباب كان بتوع التيار الشعبي. شباب التيار الشعبي انفصل عن تمرد لما عن تأييدها للمشير السيسي وعن تأييدها لزعيمهم اللي هو حمدين صباحي، وبالتالي ما فيش انقسام. يعني هو الاعلام اللي طب اذا لماذا الخلاف على شاشات الفضائيات؟ ليه النهارده انا بطلع والتاني يرد وده يرد؟ ما هو فكره الاعتداء على الناس اللي كانوا في المؤتمر لما جم باقي اعضاء تمرد من المحافظات، ما ده موقف يعني احنا عايشناه يا استاذ ناجي. ما احنا عايشنا 3 أو 4 ايام صراع على الشاشه. بس ده اصل تمرد كحمله يعني زرعت فكره 30 يونيو هي انتهت ب 30 يونيو. يعني التمرد كانت على الرئيس المعزول وهي مش حزب.
وبالتالي تحدث انها انتهت كفكره ولا انتهت كفكرة، كشغل في الشارع؟ أصل مفيش الموضوع شغل في يختلف. الشارع، على الشارع مفيش شغل على الشارع. لماذا هي ما زالت موجوده حتى الان؟ ولماذا يعني ما خليها برضو حضرتك شايف يعني انا اسمها مش عايز بس لا، أنا يعني تمرد هي موجوده في اطارها المركزي الان وليست في مستوى المحافظات، لان على مستوى المحافظات ادت دورها بانهاء حكم الاخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، بس تبقى لها اطارها المركزي المتمثل في الشباب اللي هو طرح الفكره وكونه لجنه مركزيه. الخلاف كان بين هؤلاء الشباب اللي منهم تيار شعبي ومنهم شباب اخرين، فالاعضاء التيار الشعبي راحوا لحمدين صباح. انما الاحزاب السياسيه النهارده كان عندي اجتماع للتيار المدني الاجتماعي اللي انا منسق العام له، وده تيار بيضم 17 حزب غير متنازل ايهما، وعنوا تأييدهم المشير فتاح السيسي والاستاذ محمد انور السادات قال لك ان حزب الاصلاح والتنميه بتاعه اعلن تأييده للمشير عبد الفتاح السيسي، ودي ظواهر صحيه بتصاحب اي انتخابات. ده كلام جميل. في انا العالم. اتحدث عن تمرد، حضرتك بتقول ان الفكره قد انتهت يعني التواجد دي في كانت الشارع، حاله سياسيه، بس هم موجودين وشغالين، لا، وما اعتقدش ان هي موجودين دي بقى مش قناعاتهم. خصم. لا، أستاذ ما انا محمد، فاهم، ما انا مش هي دي فاهم. قناعاتهم. أيوة الفتره طبعا. اللي جايه هم موجودين ما هو وبيعتبر نفسهم كيان قائم حالهم ومؤثر. حال كل الشباب اللي بيعتبر نفسه انه صاحب الثوره، سواء ثوره يناير او ثوره او يونيو 30/6. يعني ده الواقع اللي احنا عايشينه. لكن الكل الان معظم هذه الائتلافات وهذه الاتحادات بما فيهم تمرد، الكل في حاله صراع طبعا. تمرد على ايه؟ يعني الكل الان في حاله صراع، لان في البعض جنى ارباح وجنى ثمار طبعا يعني، وفي البعض النهارده منهم يعني لم يصبه الدور، فطبعا يعني المساله دي مساله فالمساله احنا فاهمين هذا، انه يعني ده طبيعه الامور كده، انه دائما اللي يعني زي ما بنقول كده خد فرصه سكت، واللي ما خدش طبعا يعني عايز ياخد فرصته في انه يبقى برضه مرضي من الاخر يعني. فده وضع انا بقول انه كل ده هينتهي في رأيي بانتخاب الرئيس وانتخاب نواب عن الشعب. كل اللي احنا بنشوفه بنتحدث باتمام خريطه الطريق. أيوة. يعني ينتهي الفيلم. كل يعني الظواهر الناس النهارده اللي تتحدث باسم الشعب، وتمرد وثوار هنا وثوار هناك وائتلافات واتحادات، كل دول مفترض انه اللي فيهم عنده القدرة، عنده الاستعداد انه ينزل انتخابات، سواء انتخابات برلمانية او انتخابات محليات، عشان يمثل الشعب ويبقى راجل منتخب. لان كل اللي موجود مين من وجهة نظركم اللي هيكمل بعد هذه المرحلة؟ يعني النهارده انا عندي مرحلة انتقالية وعندي خريطة طريق بتتم بانتخابات الرئاسة الى الانتخابات البرلمانية. طبعا يعني الكثيرون سوف ينزووا بعد انتهاء هذه المرحلة زي ما حضرتك قلت. طبعا. من يستمر في اعقاب هذه المرحلة؟ النظام السياسي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلطات ثلاثة: تنفيذية، تشريعية، قضائية. والتنفيذية والتشريعية من خلال أحزاب سياسية، اللي هيفضل في النهاية أحزاب سياسية تكمل المشوار. والشباب اللي هو كان صار في 25 يناير او طرح الفكره العبقريه بتاع تمرد، لابد ان هم يندمجوا في احزاب سياسيه، الوضع الطبيعي، او يعملوا حزب خاص بيهم مثلا. انما الحركات الاحتجاجيه الاخرى هتبقى نتوءات في جبين الحقيقه النظام السياسي في البلاد، ومصر لا تستحملها. مصر ما تستحملش اي هبات اخرى. مصر محتاجه نظام مستقر، وعشان كده احنا لما قلت خريطه المستقبل تنتهي، عايزين الكل ينضرج خلف رجل واحد ورئيس الدوله، يعني والبرلمان يقضوا دوره ونعيش حياتنا الطبيعيه زي اي دوله في العالم. التطور الطبيعي لاي عمليه ديمقراطيه حقيقيه هو انه الكل يا اما بيندرج في احزاب يمارس نشاطه وياخد فرصته، يا اما بيكون اذا كان جمعيات مجتمع مدني، حسب كل واحد واتجاهه ايه. لكن ما فيش حاجه اسمها ان احنا نبقى عايشين في الحاله الثوريه ومساله الثوره مستمره. الكلام ده كلام طب سؤال بيطرح نفسه الناس عايزه تعيش وعايزه تشوف حالها. السيد عبد المنعم ابو الفتوح من السباق الرئاسي، هل يظهر الحقيقه مرشح اسلامي في اخر لحظه؟ هاخد الاجابه من حضراتكم، ولكن خلينا الاول نروح لهذا التقرير مع حضراتكم ونشوف الحقيقه راي الشارع لمن تذهب اصوات الاسلاميين في انتخابات الرئاسه المقبله، وارجع اكمل مع ضيفي العزيزين ومصر الاهم.
كل الأصوات بتاعت الإسلاميين المعتدلين 90% مش هتروح مع الإخوان المسلمين. وطبعا احنا نتمنى لمصر الخير، ما نتمناهاش الخراب. اصوات الاسلاميين مش هتروح لحد، هما لو هينتخبوا ممكن ينتخبوا حد تاني من الاسلاميين، لو في حد من الاسلاميين هينزل، لكن طالما ما فيش حد هما متهيألي هيقعدوا في البيت يعني. شايفة ان اصوات الاسلاميين هتروح لاصحاب مصالحهم اللي هم يساندوهم او يقفوا جنبهم يعني. انا بقول ان اصوات الاسلاميين، اصوات الشعب هتروح للمشير. أصوات الإسلاميين للفريق سامي عنان. شايفة أصوات الإسلاميين هتروح لحمدين صباح. الموقف أصلا غامض، يعني احنا مش شايفين مين اللي هيترشح ولا عارفين مين اللي هيترشح. لو الدكتور محمد سليم العوا دخل أكيد طبعا كله هيلتف حواليه. دكتور عبد المنعم الفتوح هو أعلن إن هو مش هيترشح، بس أكيد ممكن في اللحظة الأخيرة تحصل مفاجآت من مرشح إسلامي في اللحظة الأخيرة. زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير، الحقيقه الناس الاراء متباينه، والله بيقول لك 90% منهم مش هيدوا للاخوان، اذا كان في مرشح اسلامي قد ياخذ اغلبيه الاصوات، ناس بتقول لك والله اصوات الشعب كله رايحه لسياده المشير. اذا تباينت الاراء في الشارع الان. وارجع مره اخرى لضيفي العزيزين في الاستوديو، كلهم السيد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه، والاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والنائب السابق. استاذ محمد، بعد الحقيقة انسحاب أبو الفتوح، هل تتوقع ظهور مرشح إسلامي في اللحظة الأخيرة سواء مع فتح الباب أو قبل غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ لا أتوقع ظهور أي مرشح إسلامي، لأنه الإسلاميين عارفين أنهم وصلوا لأدنى حد من التعاطف والشعبية في هذه الأيام، لأنه ودي حقيقة يعني أنهم في سلوكهم وفي أدائهم فترة السنة بتاعت الرئيس السابق محمد مرسي خسروا الناس، فعارفين انه مرشح اسلامي مباشر صعب جدا، يعني ما عندوش فرصة. ويمكن ده اللي خلى الدكتور عبد المنعم الفتوح يعني خدها من قصرها وطلع وانسحب. ولا اعتقد ان لا الدكتور سليم العوا ولا غيره هيترشح، لكن هم هيحدفوا على حد بصرف النظر عدد اصواتهم، يعني نص مليون، مليون، 5 مليون، ايا كان هيروحوا الاسم، لازم هيروحوا لحد طبعا. طب هل في مؤشرات بتقول؟ صعب دلوقتي، لسه لما يعني يفتح الباب ويغلق ونشوف كده المرشحين هنقدر نقول يعني ممكن يرموا على مين، يعني ممكن يقفوا فين، انما دلوقتي صعب لسه الصورة مش متضحة. لكن مرشح اسلامي بشكل مباشر انا لا اعتقد، هم يعني اعتقد استاذ ناجي، يعني دعوات المصالحه اللي بتصدر عن تحالف دعم الشرعيه من وقت للتاني، ثم المبادرات زي مبادره الدكتور حسن نفعه، الحقيقه يعني هل ده في اي امل الفتره القادمه ان ده يكون له مردود ايجابي؟ هل يكون له قبول من الشارع؟ هل يوجد من يستجيب لمثل هذه المبادرات، ولا احنا وصلنا مع الاخوان لمرحله لا يجوز الرجوع فيها الان؟ يعني احنا وصلنا مع الاخوان لنقطه العوده. والإخوان خسروا 85 سنة اشتغلوا فيها وسط الناس، وكانوا هم دائما بيعتبروا الشعب سندهم، يعني على كان في العصر الملكي أو في العصور الجمهورية 3 رؤساء مبارك والسادات وعبد الناصر، كان دائما فيه ظهير شعبي لجماعة الإخوان. في سنة واحدة هم استطاعوا أن هم يخلوا نفسهم بلا ظهير شعبي. تمام. هم الإخوان هم المندرجين تحت في سجل، كما لو كانت مكذوبة وانكشفت او فقاعة وفرقعت، في سجلهم التنظيمي فقط. وبالتالي هم كمان صعبوا المسألة. يعني احنا كل يوم بيقع رجال من رجال الشرطة، ابطال الشرطة بيحاربوا معركة الوطن كله دلوقتي ويتساقط شهداء. انت بتزيد من حدة الكره بصورة يومية. يعني النهارده يعني الشعب اصبح مش متقبلك حتى ولو على المستوى الاجتماعي، لا نتحدث عن الساحة السياسية. يعني راجل الشرطة ده اللي هو اذا كان جندي ولا ضابط ما له اسر، وكل يوم بيقع منهم 1 و2 و3 وفي ظروف مختلفة. الحادث طبعا بتاع امبارح
اللي ضربنا في مقتل بعد ما يعني بدانا نلملم. كان والله كان في اخبار النهارده الحقيقه ان في الاف السياح بيتوافدوا على الغردقه ولم يتاثر الحجوزات. الحقيقه ما حدش عمل كانسليشن على نرجو هذا، ما حدش يعني لغى نتيجه للحادث، ولكن نتمنى ان هي ما تبقاش بنفس تاثير الحوادث السابقه في شرم الشيخ مثلا. ده ناس بيحاربك، بيحارب المصريين في اقتصادهم في رزقهم، عايز الشعب معاه مصالحه. يعني لما يجي في الوقت ان انت عملت اتفاقيه مع كوريا الجنوبيه طب اللي بيفكر في المصالحه يا استاذ ناجي النهارده بيفكر في ايه؟ ديت اعتقد خلينا نتكلم عن الاصوات اللي بتطالب بده. ده كله رسائل من التنظيم الدولي للخارج وليس للداخل. هم عايزين يقولوا للداخل او للغرب المتحالف معاهم. يعني من يتحدث عن المصالحه الان حضرتك بتعتبره رسول للتنظيم الدولي؟ طبعا في حد يقدر يعلنها من نفسه؟ هو انت مين انت حيثيتك عشان تقول ايا كان اللي بيعرض هذا الكلام؟ حيثيتك ايه على ارض الواقع؟ مين قال مين نصبك رسول ما بين الحكومه والشعب وبين جماعه خارجه عنه حمله السلاح؟ الا اذا كان في رساله عايز يوصلها، وهذه رساله اساسا مش موجوده للداخل المصري. هم عارفين كويس قوي ان الشعب اعطى ظهره لهم جميعا. يا استاذ ناجي الشهابي بيأكد ان النهارده من يطالب بالمصالحه ده مجرد رسول بينفذ اوامر التنظيم الدولي، بيجي له اوامر فبيشتغل عليها ويدعو للمصالحه. انا بتكلم صح ولا صح؟ والتنظيم الدولي غير جاد في هذه المصالحه. هي عايز يقول للغرب، للرأي العام الغربي، ان احنا ايدينا ممدوده، وان رفعنا للسلاح ليس نهائيا، وان احنا اتهمنا باحنا ارهابيين، احنا مش كده، واحنا عايزين ننهي حاله الحرب اللي بينا وهم اللي مش راضيين. ده الفكره الاساسيه لها. انما يعني من يدعو المصالحه الان ده ليس شخص وسطي او ليس على الحياد، لا ده بينفذ معلش انا بفهم من حضرتك معلش. يعني هل في مواطن مصري حاليا يقبل هذه الفكره؟ هذه الفكره ممكن تقبل الشارع، يعني خلينا نقول جمله وتفصيلا رافض. صحيح. انت رافض، لكن انا بكلمك الناس اللي بتعرض، لان في اسماء برضو ليها ثقل وناس يعني لها علاقات بيهم، لها علاقات بالاخوان بشكل او باخر. كل اللي عرضوا الافكار دي لهم علاقه بالاخوان بشكل او اخر. يعني استاذ محمد انا طيب بس عايز عليها تعليق برضو. طب احنا الفكره عايز تكمل لسه؟ طيب لا انت هتقول اكتر من كده. فكره ايه؟ ما خلاص بقى احتكم الامر. اتفضل. لا انا عايز اقول حاجه مهمه. يعني هي احنا عندنا اشكاليه دلوقتي. هي ايه الاشكاليه؟ اشكاليه انه الناس اللي النهارده بتقول والله انا بستقيل من حزب الحريه والعداله، وبستقيل او بقول انا جماعه الاخوان دي خلاص، او المنشقين على جماعه الاخوان، وبتروح وتعمل محاضر وتعمل ده بيحصل في بعض الاقسام. ثم انا بتكلم بقى على مستقبل بلد. يعني ثم النهارده هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه فيما يخص عدد كبير من المصريين بينتموا لهذه الجماعه وهذا الحزب؟ يعني كيف هنتعامل مع هؤلاء في المستقبل؟ يعني اذا جالنا النهارده حد، وده سؤال انا بساله لاخويا العزيز الاستاذ ناجي، انه اذا جالنا النهارده حد وقال والله خلاص انا بحترم الدستور وبحترم ما انتهت اليه انتخابات اذا كان رئيس وبرلمان، وبحترم القانون، وانا مستعد ان انا ابقى راجل مواطن وراجل اشتغل ومارس حقي في الحياه وحقي السياسي والاخر، ماذا نفعل مع هؤلاء بعيدا عن طرح اي مبادرات لحلول؟ انا بتكلم على وضع العادي الطبيعي. هنعمل ايه؟ انا بسال. يعني يعني هذه المجموعات ومجموعات كبيره وليست بسيطه، هي نفسها بتنخرط في الحياه العامه المصريه وبدون اعلان انها كانت في جماعه الاخوان. هو راجل خلاص نفض ايده عنهم وقدم استقالته عنهم بشكل او باخر وعايز يعيش كمواطن مصري. يعني مقبول. هل احنا بنطرده؟ هل الشعب بيطرده؟ هل الدوله المصريه بتطرده؟ لا، ده الدوله المصريه بتطرد مين؟ اللي بيرفع السلاح، اللي بيزرع قنبله هنا وهناك. طيب يعني مقبول هذا؟ ده مواطن مصري له كافه بس كده انا ما وعليه كافه الواجبات اللي بيفرضها الدستور، وبالتالي هؤلاء يا جماعه انا نتحدث عنهم. دول مواطنين مصريين لم يرفعوا سلاح، لم يقطعوا طريق، لم يروعوا امنين، يعني لم يخرجوا اقتصاد. غير مدان جنائيا من حقه ان ينخرط في المجتمع. ابن هذا الوطن كويس. ده كلام وهو ده المطلوب. بتكلم على التنظيم اللي له اجندات. انا فاهم. وهذه الاجندات عاش في ظلها 85 سنه ووصل الى قمه الحكم، بقى معاه السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، ومع ذلك لا، الشعب مش معاه. تمام. ولم يراجع نفسه. يعني كان المفروض ان انا كحزب سياسي لو هذا كان حصل معايا هراجع نفسي واشوف ان ما كان من الخطا بتاعي وانا غلطت في ايه. طب التيارات الاخرى يا محمد بيه، يعني خلينا نتكلم عن مثلا التيار السلفي، خلينا نتكلم عن التيار الصوفي،
في تصورك يكون موقفهم ايه من الانتخابات القادمه؟ لا شوف، خلينا نتكلم بصراحه. التيار الصوفي يعني تاريخيا معروف يعني انه ما هواش تكون اتجاهاته ايه يعني الفتره؟ لا اتجاهاته طبعا هيبقى، انا بتصور يعني انه داعم للمشير السيسي، يعني كانتخابات رئاسيه داعم لخارطه الطريق، داعم للمشير السيسي دون منازع. يعني نفس الشيء التيار السلفي، انا اتصور يعني ما تبقى منه في العمل السياسي، لان التيار السلفي برضو في كثير من التيار السلفي يعني بعد عن السياسه. التجربه اللي فاتت دي خلت كتير منهم حسوا انه السياسه دي مش شغلتهم، وفي كتير متمسكين، وفي كتير بيعتبروا نفسهم اللاعب الاسلامي الرئيسي الان المقبول من الشارع، وفي كتير نعم، بيقول لك والله احنا متواجدين بصوره او باخرى. بس انا بتصور انه يعني انهم ممكن الاقرب لهم، يعني الاقرب لهم انهم برضو يعني انا في رايي يعني المشير السيسي هو الاقرب لهم اذا كان هناك يعني دعم لاحد المرشحين. بس انا برضو التيار السلفي عشان هو فقد كثير من قواعده، فقد كثير من مؤيديه، سواء البعض منهم انضم لجماعة الإخوان أو يعني هو في نفس الموقف معاهم، والبعض الآخر بعد عن شغلة السياسة، شعر أنه السياسة دي يعني ما هي إلا يعني بالنسبة لهم دمار وخراب، والأفضل أنه يتجه للدعوة ولا آخره. ما تبقى منهم أعتقد أن الأقرب لهم يعني ده انطباعي انا، يعني خارطه الطريق هيبقى خارطه الطريق اللي هم أيدوها برضه. يعني لا غير كمان التأييد. أيدوها في 3 يوليو كانوا كلهم موجودين، وامين عام حزب النور كان موجود ووقع على انا كلمته هنا حتى قلت له الناس ما كانتش متواجده. لا يعني خلينا نتكلم كمان، لا ما كانش في حضور قوي ولا حاجه، الاستفتاء لا ما كانش. فانا سالته اذا كانوا تواجدوا باعداد كبيره امام اللجان ام لا، فحتى هو قال اول يوم احنا عملنا شغل كبير قوي، بكره اللي هو كان اليوم الثاني 15 هيبقى في تواجد كبير لاعداد. لا واضح ان في احجام كبير منهم، واضح ان في احجام طبعا، يعني كان باين جدا. احنا لفينا على دوائر كتيره، بعض من الاماكن اللي كان فيها مراكز اقتراع يعني في الاستفتاء، لا يعني ما كانش فيه حضور قوي او مكثف او واضح يعني. طب خليني اقول لحضرتك على حاجه، ان في عدد من الصفحات الاخوانيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الحقيقه اطلقت دعوات لمؤيديها من اجل الحشد لترشح زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسيه المقبله، في الوقت اللي فيه سياسيين كتير شايفين ان الامر ده غير واقعي وغير منطقي. هو قمه الواقعيه. طب قمه الواقعيه طبعا. امال ايه؟ طبعا في يعني الكلام اللي قاله محمد بيه انا معاه، انهم لن يستطيعوا ان يدفعوا بمرشح اسلامي واضح. المرشح الاسلامي واضح مش يحصد اصوات الا اصواتهم بس، فهم لازم يشتغلوا. هو على فكره ده يتفق مع اللي قاله فعلا استاذ محمد، ان هم هيرموا على ما لهمش الا مرشح لهم بيه علاقات. علشان كده كان انسحاب بفتوح لصالح دعمهم لحمدين، الاستاذ حمدين، لان حمدين علاقاته بالاخوان انا بقول الكلام بصراحه من زمن، وهو سياسي قديم، وكان متحالف معاهم في 2005 وفي 2011 كان التحالف الديمقراطي من اجل مصر وكنا مع بعض فيه. كان السيد حمدين متحالف مع طبعا في 2005 مع جماعه الاخوان. كان في 2005 سندوه في انتخاباته في بلطيم، وفي 2011 التيار الشعبي او حزب الكرامه كان موجود في التحالف الديمقراطي من اجل مصر من ضمن احزاب. فالنهارده يكون من المنطقي ان الاخوان يدعموا بصوره او باخرى السيد حمدين صباحي وفقا لكلام حضرتك، لانهم اساسا لا يستطيعوا ان في ظل الرفض الشعبي لهم صعب، لا يستطيع ان هم يعلنوا مرشح واضح انه مرشح للتيار الاسلامي، لا يستطيع صعب، لا هم ولا غيرهم. وعشان كده لما حزب يقول لك انا مش ماليش مرشح وانت تملك تنزل مرشح، لا هم يملكوا ولا دي يملكوا ان يبقى فيه رفض شعبي كامل، وبالتالي ما فيش قدامهم الا ايه؟ الا بعض الاسماء القريبه منهم يأيدوهم. وعشان كده الشعب المصري ذكي، طرح مره حمدين، طرح مره الفريق سامي عنان، وعلشان كده لما لسه فريق سامي عنان لم يحسم موضوع ترشحه، وانا مع الاستاذ محمد ان هو صعب انه يترشح في ظل الشعبيه، برغم ان كان في حمله دعائيه كبيره ان هو يكون الشعبيه الفتره اللي جايه، بس للمشير السيسي اعتقد لابد ان هو يفكر 1000 مره. انما السيد حمدين صباحي وضع طبيعي، وانت سيادتك اكدت ان يعني صفحات من اخوانيه، المعلومه اللي عندي بتقول كده النهارده، وده صحيح يعني وده اقرب التواصل الاجتماعي وده هو الاقرب الواقع، وعلى فكره هو منطقي يعني كلام حتى بس اصواتا وتمويلا برضه، يعني المساله تبقى يعني تمويلا طبعا. ما هو اللي يخوض الانتخابات ده مش عايز حاجتين، عايز اصوات
وعايز تمويل لحملته الانتخابيه. هو يتبقى بس يعني مدى تقبل، اذا صح هذا الكلام اللي على تويتر او على فيسبوك، مدى تقبل السيد حمدين ان الاخوان يكونوا في ظهره الفتره القادمه؟ لا هو مش يكون ده السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هو يقبل هذا الامر؟ خاصه ان حضرتك تحدثت الان عن التمويل، يعني انا اقبل، انا كمرشح رئاسه مفترض ان يكون هناك تمويل كبير زي ما حضرتك قلت عشان تقدر تغطي محافظات الجمهوريه وكحملات هو فاتح اساسا باب التبرعات له. واي مرشح رئاسي لازم يفتح باب التبرعات. طب هو فاتحها ولو علم بشكل رسمي ان هناك تأييد ليه من جماعه الاخوان استاذ محمد، هل يقبل هذا الامر في تصورك؟ لا, لا انا عارف اي ده مطروح مرشح نازل في منافسه انتخابيه يعني، وفي ناس عندها اصوات، والناس دي حتى من يعني حد هيرفض اصوات؟ لا طبعا، يعني ده الطبيعي. انا داخل معركه اصوات، لكن يعني وفقا لكلام الاستاذ ناجي يقبل دعم مادي كمان. ما هو ممكن دعم مادي ده في شكل معنوي، يعني في شكل حاجات بتتحضر، يعني مش لازم يعني دعوة مدني خد. حضرتك بتتحدث عن مثلا تجهيز لمؤتمرات شعبيه، مؤتمرات يفط نوزع، يعني ده اشكال كتيره من الدعم ممكن. لكن اللي احنا عايزين نقوله تاني انه التيار الاسلامي السياسي لازم هيحدف على حد، هيدي لحد. بص كده كويس، عشان كده بنقول لغايه دلوقتي اللي ظاهر كده انه انسحاب الدكتور عبد المنعم الفتوح ده بينسحب بيوسع لحد متصورين انه ممكن يبقى عنده فرصه وينافس، فهيبقى مين؟ يعني هيبقى فين؟ طب خليني اقول لحضرتك يعني الكل ينتظر الرئيس القادم، ولا احدد شخصيه بعينها الان يعني، وفي طلبات وفي ملفات وفي حاجات كتيره يعني مالهاش اول من اخر، وما زالت الامكانيات او المعطيات المتاحه يعني قد تمثل عائق امام الرئيس القادم ازاي يقدر يحقق للناس اللي عاوزاه وهم مستنيين كتير. وهو ده بقى، هو ده الحكايه، هي دي بقى القصه. المواطن هنعمل معاه ايه؟ المواطن اللي لا مؤاخذه قاعد 3 سنين بيغني ظلموه ومحدش بيسمعه، هو ده مربط الفرس. سواء إذا كان المرشح سين أو صاد، يا عم هتعمل لنا إيه في المأساة اللي إحنا عايشينها دي؟ بالظبط. يعني أنت في تصورك إن يعني أول قرارات الرئيس القادم أستاذ ناجي تكون إيه؟ يعني طبعا إحنا عندنا الملف الأمني، الملف الصحي، الملف التعليمي، يجي الأمن على مقدمة ده كله عشان الدنيا تستقر وتهدى، ولكن يكون إيه أول قرارات الرئيس القادم؟ لا هو هيستكمل معركته من أجل الاستقرار في مصر، وحربه على الإرهاب في سيناء وفي الوادي لابد إن هو يستمر فيها. نمرة 2 يفتح ملف التشغيل. الحكومة ومن خطايا الرئيس الأسبق مبارك أو خطايا نظامه أنهم تخلوا عن دورهم الاجتماعي وتخلوا عن فكرة التشغيل. الدولة ما تقدرش تقوم بمشروعات ذات كثافة عددية عمالية تقدر تستوعب العمالة، وبالتالي أنت عندك حوالي 15 مليون شاب عاطل، 15 مليون شاب عاطل، ده 15 مليون قنبلة موقوتة. هم اللي غزوا 25 يناير، وعلى فكره هم اللي صححوا المصاف في 30 يونيو. وبالتالي انا اعتقد ان القوات المسلحه بتشتغل حسب ما اتقال في حوالي 22% من اقتصاد مصر، وده يمكن بذكاء الشعب رامي على المشير السيسي يستطيع ان يخليها يضاعفها، ودي تستوعب جزء كبير جدا من البطاله. لابد ان نتجه لسيناء. سيناء حاليا هي الباب الغزوات كله، الباب التاريخي لكل الغزوات على مصر، وبالتالي تنميه وتعمير سيناء لازم يكون المشروع مصر القومي الاكبر. وسيناء ارض بكر ما فيهاش لا في حد سرق ارضها ولا حد سرق اللي تحت ارضها، موجوده بكر. وبالتالي من خلال الدراسات اللي موجوده والاستفاده من خزائن الارض الموجوده في باطن الارض السيناويه نستطيع ان احنا نستوعب على الاقل 5 مليون مواطن مصري باسرهم، يعني ممكن يزيد عدد الضربات في 5. طب سريعا استاذ محمد، لو قلنا فكره ان يكون هناك برنامج معد مسبقا، انت عارف في بعض الحملات المؤيده لسياده المشير الحقيقه وضع شبه برنامج او طلبات للشعب يبقى هي بمثابه خطوط عريضه صحيح للبرنامج الرئاسي. ده هو نفسه عمل عنده مجموعه عمل شغاله بالنظام. لا انا لا اتحدث عن سياده المشير ولا فكره. هو بالتاكيد لو هيبقى معاه فكره ومعاه الناس ومعاه المستشارين وهو جاي بخطه واضحه، ولكن فكره ان يكون هناك برنامج معد مسبقا من قبل الحملات المؤيده سياده المشير، وده اعلن الحقيقه في اكثر من مره. بعض الاسماء بعينها قالت والله احنا عندنا شبه برنامج من 11 نقطه تحديدا، 1 2 3 4 5، ده اللي الشعب عاوزه، فيبقى بناء عليه يبقى انت صغت كده فريم او خطوط عريضه للبرنامج. هل ده امر مقبول ولا نترك سياده المشير جاي وهو عنده ده؟ لو كان هو يعني الرئيس القادم برنامجه الخاص. اكيد هو
والفريق العمل اللي هو حاليا شغال معاه بيطلع وبيتابع وبيشوف يعني مفيش مانع نستفيد اذا كان هناك نقاط جيده في ال 11 نقطه. كل ده هم بيطلعوا وبيشوفوا، ما هم قاعدين ومتابعين طبعا، وانت فاهم ان هو هيشتغل لوحده، لا، انما في النهايه احنا بقى اللي يهمنا فريق العمل اللي حواليه بياخد الكلام ده ما بياخدوش، هم بيحضروا حاجه كويسه. احنا بقى في النهايه اللي يهمنا سرعه التعامل مع المواطن، سرعه القرار. ونوصل بقى للقرى ونوصل للشباب عشان مشاكل البطاله، ونوصل لمشاكل اللي متعلقه بالفلاح بالعامل. هو ده بصراحه اللي المفروض واللي احنا منتظرين ان احنا نشوفه ان شاء الله يحصل بعد ما موضوع الامن والاستقرار ده يعني يكون مستتب والناس تطمئن في خروجها لبيتها لشغلها لعملها لجامعتها لمدارسها. عايزين سرعة التعامل التلاحم مع المواطن أينما كان، في قريته في عزبته في بلده، عشان هو في النهاية كل الهيصة دي الهم هو المواطن. احنا كلنا ناعين هم مين؟ المواطن. اتفق معاك، يعني احنا اللي يعنينا في النهايه ان القرارات دي تصب في مصلحه الراجل اللي في الشارع وفي نفس يعني الوقت لا وبسرعه، لان في ناس ما تقدرش تنتظر خطه خمسيه وخطه 10 سنين، يعني ده لا يعنيه هو بشيء. ان في اصابع بتلعب يعني وقفات الصيادله، اضراب الاطباء، اضراب غزل المحله. انا نائب المحله، عمال المحله عايزين يدخلوا مصانعهم من 4 ايام، ويدخلهم يلاقوا محطه الكهرباء السكينه متشاله، ما فيش نور. يعني في ايد في الاداره عايزه العمال يستمروا في اضرابهم، والاضراب بيكلف غزل المحله يوميا 6 مليون جنيه، وبالتالي لازم نتنبه للكلام ده كله. تمام. وانا نفسي بقول للشعب في وقتنا الحالي، وقت العمل والانتاج، الوقفات الاحتجاجيه، المطالب، كل دي يؤجل مع الرئيس الجديد، وندي فرصه للرئيس الجديد. واحنا محتاجين نربط الحزام على البطن اكتر، لان 3 سنوات عجاف بس الناس عمر هذا الوطن، وليكن الناس صابره، ومع ذلك مع الناس صابره وهتشتغل لان مفيش حل تاني. معنا بس اقول لحضرتك على حاجه، هي الناس يعني في حل تاني؟ ده كلام محترم، وان الناس فعلا صابره ان الفتره الجايه ممكن تكون شايله الخير، ولكن خلينا نقول ان يكون على راس اولويات الرئيس القادم هو المواطن البسيط في الشارع. ازاي انا اقدر اوصل له بقرارات سريعه من اقصر الطرق يحسها في بيته وفي قوته وفي صحته وفي ولاده وفي بطالته. اعتقد ده يكون له مردود ايجابي جدا عند الشارع اللي مستني كتير النهارده من الرئيس. قد الناس الامل، اهم حاجه قد الناس الامل المشروع، وصارح الناس بالحقيقه. ايوه الامل المشروع واللي يمكن تحقيقه، وصارح الناس بالحقيقه. طب والناس هتتقبل وهتحتمل. بس انا كنت عايز اسال نقطه، بس صراحه انا الوقت خلص. قول يا استاذ ناجي. انت بتتكلم على ان في ناس قدموا برنامج للمشير السيسي، ليس ملزم. لا ما قدموش. يعني انا شخصيا هم اعلنوا عن ان هناك برنامج من 11 نقطه يتمنوا ان تكون هي ال 11 نقطه الرئيسيه داخل الاضلاع لبرنامج الرئيس. انا شخصيا رحت الامانه وسلمت وجهه نظر حزب الجيل للفريق المعول له، وفي نفس الوقت مش مصر على حاجه منها. تمام. ياخد منه اللي يقدر عليه، بس في النهايه يبقى في برنامج يفتح باب الامل لهذا الشعب ويصارح الشعب بالحقيقه. ده كلام جميل، بس برنامجنا احنا بقى وقته خلص. استاذ ناجي الشهابي انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والنائب السابق، نورتنا وشرفتنا يا فندم. وايضا الاستاذ محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه، نورتوني وشرفتوني. دي كانت حلقتنا لليوم من مصر الاهم. بكره فريق عمل جديد، وتصبحوا على الف خير.